نعم، الجبهة الشعبية هي مشروع حكم، هي الرافعة السياسية للمشروع الوطني، وليست مجرد قوى احتجاج كما يريد أن يرسمها أعداء الثورة. نعم، الجبهة الشعبية هي أمل الفلاحين، هي أمل الفقراء، هي أمل المعطلين عن العمل، هي أمل كل جماهير شعبنا الذي من أجله تفجرت ثورة 17 ديسمبر المجيدة. نعم، الجبهة الشعبية كان يراد لها أن تظل مجموعة من الأحزاب الصغيرة، ولكنها تتعزز يوما بعد يوم. نحن في حركة الشعب وبعد صراع مرير داخلي قررنا أن نعزز صفوف الجبهة الشعبية لأنها خيارنا، لأنها الخيار الوطني، ولأنها الأمل، ولأنها المستقبل. لا أريد أن أكرر ما تفضل به المتكلمون قبلي، ولكن فقط أريد أن أضيف أن معركة الجبهة الشعبية في تونس مصيرية، يا إما أن تنتصر ثورة 17 ديسمبر، وإما أن يعود الاستبداد وبأبشع صوره، لأنه هذه المرة سيكون متسترا بالدين، الدين الإسلامي المقدس، وهو منهم بريء، وهو منهم بريء، وهو منهم بريء. شعب تونس مسلم بطبيعته، ونحن مسلمون والحمد لله، ونحن أمة لا إله إلا الله كما تفضلت الأخت بسمة، أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم المتاجرون بالدين، والدين منهم براء. تكلم الأصدقاء من قبلي على موضوع الدستور، وقالوا إنه سيكون دستور النهضة، ونريده أن يكون دستورا للشعب. نعم، نريد أن يكون دستورا للشعب، ولكنهم لا يهمهم أن يكون دستورا للشعب ولا هم يحزنون. لديهم نص من أقدس النصوص، القرآن، رموا به جانبا حينما أراد لهم ذلك الشيخ العاق أن يلعبوا دورا لتخريب هذه الثورة، فمولهم وسخر لهم الإعلام ليتسللوا عبر صناديق الاقتراع ويشكلوا هذه الأغلبية المزيفة بالمجلس الوطني التأسيسي، ليريدوا أن يفرضوا علينا ديكتاتورية جديدة، ولكن لن يمروا، قسما بالله لن يمروا. هم مجرد أدوات، مثلما تلك الأدوات التي جاء بها بريمر في العراق. يريد سيدهم ذلك العاق أن يخربوا ثورة تونس ليستعدوا إلى تخريب الجزائر، ولكن شعب تونس كما شعب العراق الصامد الذي يواجه الآن الطائفية
وواجه الاستعمار الأمريكي، وهو يتعرض الآن إلى مجزرة رهيبة. شعب تونس كما شعب العراق كما شعبنا في سوريا الذي يتصدى إلى مؤامرة دنيئة مؤامرة دنيئة تستهدف تدمير المقاومة، تستهدف تدمير سوريا التاريخ والجغرافيا وسوريا الدور. ولعلكم سمعتم بالأمس القريب بعد أن تحقق ذلك الشيخ العاق من أن إمكانيات المقاومة قد تراجعت، أخرج من أدراجه مؤامرة أخرى ليريد أن يقضي على ما تبقى من المقاومة في فلسطين المحتلة عبر مشروع ليس أكثر سوءا من مشروع كامب ديفيد. أيها الأخوة، أيها المواطنون الأكارم، أيها الأصدقاء والرفاق، المعركة واحدة، ومعركة الجبهة الشعبية المصيرية. معركتنا مصيرية. إن انتصرنا انتصر المشروع التحرري، انتصر المشروع القومي، انتصر المشروع الاشتراكي، انتصر المشروع الإنساني ضد الإمبريالية العالمية وضد الصهيونية وضد الرجعية وضد مصاصي دماء الشعوب. من أرض الجلاء يجب أن تتجلى الحقيقة. من أرض الجلاء يجب أن تتجلى الحقيقة، ونقول لهم الجبهة الشعبية هي المستقبل وهي الأمل، وستجلون كما أجلي الاستعمار من على أرض منظره. ليس لكم مصير بيننا، لأننا نحن الحرية وأنتم عكسها، أنتم العبودية. نحن العدالة وأنتم الظلم، نحن التقدم وأنتم التراجع، ولا مكان للتراجع والعبودية والظلامية في هذه الأرض الطيبة. نعم، نحن لابد أن نتجاوز كثير من العطالة السياسية، وأقولها على مسؤوليتي الخاصة وبكل لطف بعد الاعتذار من أصدقائي ورفاقي في الجبهة الشعبية، الأمناء العامون، الأحزاب المكونة الجبهة الشعبية. يجب أن نتجاوز هذه العطالة وننكب على تقديم بدائل مفصلة لشعبنا. بدائل في التعليم من أجل أن نعد أجيالنا شبابنا إلى المستقبل. حلول من أجل أن نعيد كرامتنا، حلول من أجل أن نوفر غذاءنا حتى لا نبقى مرتهنين إلى الخارج. فلا حرية لشعب يأكل من وراء البحار.
حلول في الصحة، حلول في المواصلات، حلول في الصناعة، حلول في التهيئة الترابية، حلول في كل ما يحتاجه المجتمع، ونحن قادرون على ذلك. حركة النهضة معروفة، مشروع كما تفضل الزملاء معادي للثورة، ولكن لا يكفي أن نلعن الظلام، فيجب أن نشعل الشموع. أراني قد أطلت عليكم كثيرا، أستسمحكم بتحية جنودنا وحرسنا الوطني المرابط في جبال الشعابي دفاعا عن تونس، دفاعا عن شعب تونس. تحية إلى كل المناضلين والمناضلات الذين يتحفزون من أجل أن يأخذوا دورهم في هذه المعركة الحاسمة. وفي الختام تحية إلى من غيبه الموت فجأة، صديقنا شكري بالعيد. السلام عليكم. شكرا لكم.